اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال وستر ورضا من الرحمن. رجعت لكم النهارده بوصفه جديده من مطبخ ام احمد. هنعمل فيها الفراخ المشويه وهنتبلها بتتبيله تكون معاكي مميزه جدا جدا. اولا، لو انت اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. ولو انت شفت الفيديو وعجبك يا ريت ما تنسينيش بلايك وكومنت حلو منك، وخصوصا لايكات كتير جدا على الفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد. هنعمل الفراخ النهاردة مشوية على الفحم بتتبيلة مميزة جدا جدا. هتنسي اي طريقة انت عملتيها للفراخ المشوية وهتعمليها بالطريقة اللي انا هعملها النهاردة دي، صدقيني هتدمنيها في بيتك على طول هتعمليها. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الفراخ طالعة معانا جوسي. ريحتها وطعمها فوق الرائع. تابع معايا الفيديو للاخر، هقولك على خطوات كتير جدا جدا هتخلي معاكي الفراخ المشويه طعمها مميز، وهتطلع معاكي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله قلبها ابيض وفي نفس الوقت مستويه مش ناشفه خالص. زي ما احنا شايفين كده. تقدري طبعا تعمليها في العزومات، صدقيني هتشرفك جدا قدام ضيوفك، وهتطلع طعمها مميز جدا. فيلا بينا ندخل على الوصفة على طول ونسمي بسم الله، وقبل اي حاجة نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا التوابل عبارة عن ملح، فلفل، كمون، كاري، كركم، معلقة كبيرة جدا من السكر، ونص معلقة صغيرة من القرفة. البصل جبته قطعته بالشكل ده، ومعايا فلفل اخضر، 3 فصوص من الثوم، 2 حبة طماطم، 3 ليمونات كده. السر في الليمون كتر الليمون. دي طبعا كوباية المية عشان خاطر تسرع معايا عملية الضرب في الكبة ما تبقاش تقيلة على الكبة. ودي طبعا الفراخ بعد ما نضفناها كويس جدا قطعناها قطع صغيرة جدا. تقدري طبعا تسيبي الفرخة كاملة او ممكن تقطعيها لارباع على 4 قطع. فالطريقة اللي انت بتحبيها اعمليها. هنجيب الكبة كده معايا، وطبعا عشان خاطر الكبة صغيرة فانا هفرم المكونات دي على مرتين 2. لو انت عندك الكبة كبيرة تفرميها مرة واحدة، وتقدري طبعا تستخدمي الخلاط ده في حالة لو انت ما عندكيش الكبة. تقدري تفرمي المكونات دي كلها في الخلاط، ما تقفيش على حاجة معينة. هضيف المية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده عشان خاطر يسهل معايا عملية الضرب، ما تكونش المكونات تقيلة معايا في الكبة. تابعي معايا الفيديو للاخر، صدقيني هتطلعي منه باستفادة كبيرة جدا. هتعرفي منه اسرار كتير جدا هتخلي معاكي الفراخ طالعة بطعم مميز جدا، وفي نفس الوقت هتطلع معاكي مستوية وجوسي ما تكونش ناشفة زي ما احنا شفناها كده في اول الفيديو. انا هنا طبعا ضفت كمية المية اللي كانت موجودة كلها، وضفت طبعا كل التوابل اللي كانت موجودة معايا عبارة عن ملح وفلفل، كمون، كاري، كركم، قرفة، ومعلقة كبيرة من السكر. لو انت عندك سماق يا ريت تضيفيه للخلطة دي، صدقيني بيديها طعم مميز جدا، وفي نفس الوقت بيعجل معاكي او بيسرع معاكي عملية التسوية. هفضي كده جزء من الخلطة دي على الفراخ عشان خاطر انا مش عايزة استخدم مية تاني، فهسيب كمية بسيطة كده اضرب فيها بقية المكونات. وهضيف حوالي معلقتين 2 خل او 3، وده بيفتح معايا الانسجة بتاعة الفراخ، بيخليها قلبها ابيض، وفي نفس الوقت برضو بيعجل معايا او بيسرع عملية التسوية للفراخ. هضربهم كلهم كده بالشكل ده زي ما احنا عملنا في الخطوة الاولانية برضو. لو انت عندك الكبة كبيرة يا ريت تستخدميها مرة واحدة او تضربيهم مرة واحدة، فطبعا عشان خاطر الكبة عندي صغيرة انا ضربتهم على مرتين 2. التتبيلة ما شاء الله اللهم بارك ريحتها فعلا جميلة جدا جدا. صدقيني لو انت عملتيها بالشكل ده هتنسي اي طريقة انت عملتيها قبل كده، وهتعمليها بالطريقة اللي احنا عاملينها دي. في الوقت ده كنت ضفت التتبيله للفراخ وهقلبها كويس جدا بالشكل ده. عايزه كل قطعه من الفراخ تكون اتبلت بشكل كويس. وفي المرحله دي هغطيها واحطها في التلاجة ابيتها ليله كامله. وده عشان خاطر طبعا يخلي كل الفراخ او اللحم بتاع الفراخ يكون اتشرب من التتبيله بشكل كويس، وده بيديها طعم مميز جدا احسن ما انتي تركنيها ساعه او 2 وتشتغلي بيها. لا، يفضل ان انت تغطيها وتركنيها ليلة كاملة في التلاجة، بالعكس بيديها طعم مميز جدا.
هنا كنت خلاص ولعت الفحم بالشكل ده وحطيتها على الشواية وهشويها على الفحم بالطريقة دي. عايزة اقولك ان ما شاء الله الريحة فوق الفظيع. طبعا انت لو ما عندكيش الشواية تقدري طبعا تضيفيها في صينية وتحطيها في قلب الفرن، هتستوي وهتطلع بنفس النتيجة وهتطلع بنفس الطعم. وفي الاخر خالص بعد ما تستوي معانا هنولع فحماية على البوتاجاز ونحط لها نقطتين 2 من الزيت او معلقة زيت، ونحطها كده على الفراخ ونقوم جايين مغطينها، تديكي نفس النتيجة ونفس الطعم بالظبط اللي انت شويها على الفحم. لان يا جماعة الاساس فعلا في طعم التتبيلة اللي احنا تبلناها الاول، وبعدين هتاخد معانا طعم الفحم اللي احنا هنعمله بعدين. فما شاء الله شويتها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. عايزة اقولك ان ما شاء الله ريحتها رهيبة. اتمنى ان انت تجربيها بالشكل ده، واتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو منكم، ويا ريت فعلا لايكات كتير جدا جدا على الفيديو عشان خاطر يوصل لاكبر عدد ممكن والكل يستفيد. ده النتيجة النهائية بعد التسوية. ما شاء الله طالعة جميلة جدا جدا، ومش قادرة اقول لكم طعمها كان رهيب. صدقيني هتدمنيها وهتعمليها بالطريقة دي على طول، وهتنسي اي طريقة انت عملتيها قبل كده. فاتمنى فعلا ان انت تجربيها وتقوليلي في التعليقات النتيجة كانت عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله مستوية معانا وقلبها ابيض زي الفل من جوه، وفي نفس الوقت طرية ماهيش ناشفة بالشكل اللي احنا شايفينه ده الجوسي. يلا بينا كده قومي اتنشطي وسمي بسم الله واشتغلي في الوصفة على طول. فعلا وصفة تستحق التجربة. عايزة اقولك ان الفراخ فعلا طعمها جميل جدا جدا، تستحق فعلا التجربة. اتمنى لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو انت شفت الفيديو يا ريت لايكات كتير جدا على الفيديو عشان خاطر يوصل لاكبر عدد ممكن والكل يستفيد. وزي ما عودتكم السلام حسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.